جدا ومؤلم جدا في نفس الوقت. كتاب أنا من البلدي، يوميات قطي ساخر للأستاذ فيليب فكري. صباح الخير أستاذ صباح فيليب. النور، أهلا بحضرتك. أنا من البلدي وكأنها تأكيد على أنك هذا القبطي الساخر الذي كتب هذا الكتاب وهذه اليوميات وهذه الذكريات من البلدي. هل شعرت أنه هناك يعني محاولات لنفي هذا الانتماء؟ شعرت كتير. يعني على مدار حياتي أنا عامل الكتاب يوميات عشان كده. أنا جايب من طفولتي، من وأنا في ابتدائي لحد سن المراهقة مرورا بالكبر يعني. فعلى مدار حياتي كان الشعور ده بينتابني دايما، اللي أنا وصفه هنا إني مختلف. واتأكد أو بدايته كانت في فترات الابتدائي في المدرسة. يوم الثلاث الحصة الرابعة. وطبعا حضرتك كتبت انك ما كنتش بتحب لا يعني كان يوم الثلاث بالنسبة ليك هو اهم ايام الاسبوع واقربها لقلبك، عكس ما نشعر به جميعا تجاه يوم الثلاث، فهو غالبا يوم رخم غلس ليس له طعم كباقي ايام الاسبوع. وبالمصادفة البحتة لقائنا بحضرتك ايضا يوم الثلاث. ومش عارفة ده كان في ميعاد الحصة الرابعة ولا لا؟ لا كان زمان بالنسبة لي يوم الثلاث وسط المدرسة ملهوش لازمة يعني. لكن اكيد هغير فكرتي عن يوم الثلاث بعد النهارده ان شاء الله. طيب الحصة الرابعة كانت حصة الدين. تمام. ووقت حصة الدين كان يعني بيتم إطلاقكم، بتنزلوا الحوش تلعبوا ماتش كورة. بالظبط. هي ده البداية اللي حسيت بيها ان انا ليه في حصة الدين مش قاعد في الفصل؟ يعني ليه بياخدونا ينزلونا؟ ليه انا مش زي بقية زمايلي اللي قاعدين في الفصل؟ الموضوع كان فيه يعني برضو كان في نزول مهين شويه، لان احنا ما بننزلش نقعد في حصه تانية، لا ده احنا يا اما بنروح نلعب في الحوش مطلقين كده وخلاص، يا اما بياخدونا لاشبه يعني حاجه اشبه بحصه الدين المسيحي في اي مكان بقى. انا هنا كاتب مثلا جنب حنفيات الميه على الدكه المكسوره ومش عارف ايه، ممكن تحت في السلم على مش يعني صديقك كمان باش كتابه من كتر يعني ما هو قاعد على بالظبط. فدي كان بداية ان انا حسيت ان انا مختلف، ان انا في حاجة عندي غير بقية زمايلي يعني. انا مش قاعد معاهم، انا مش بتعامل بنفس الصيغة بتاعتهم. وهكذا مرورا بقى بحاجات كتير. بس ذكريات المدرسة الحقيقة كانت مهمة جدا، سواء التعامل مع الأصدقاء زملاء الفصل واللي منهم كويس جدا ومتفهم جدا زي حسن ربيع، أو منهم المتعصب جدا وربما عنيف جدا وظالم جدا زي محمد الألفي، أو الناظر اللي قرر ان انتوا تقعدوا في حصة الدين الإسلامي وتجبركم الأستاذة زينب ان انتوا تقرأوا وتسمعوا وتحفظوا. إلى أن جئنا في يعني الفصل الثاني لو نقدر نسميه أو الجزء الثاني، الجبن الأبيض. تمام. وزي ما في كذب أبيض في جبن أبيض. برضو دي حاجة من الملاحظات عندي، ان الأقباط في مصر يعني بعد فترة السادات بعد أحداث الزاوية وكده بقى عندنا شوية جبن أبيض. يعني عندنا شوية، بقينا ننكمش شوية، بقينا متقوقعين شوية، لأن شفنا إن مش هقدر أقول رأيي بصراحة، مش هقدر أتكلم بقى. يعني كان في نوع من الضغط. شفنا البطرك اللي هو الرمز بتاعنا تعرض لاعتقال يعني او تحديد اقامه. فبقى عندنا الحته دي، خرجنا من العمل العام والمشاركه الاجتماعيه وبقينا متقوقعين على بعض. فده اشرت ليه هنا برضه باسلوب ساخر يعني بالجبن الابيض اللي اتولد عند الاقباط في الفتره دي تحديدا وزاد مع الوقت، واللي بحاول اطالب انه نحاول بقى ننساه. يعني خلاص ده لازم نتجنبه ويبقى عندنا نوع من المشاركه اكتر من قبل كده، نوع من المشاركه الايجابيه. وطبعا فكره وماله زي ما في كذب ابيض في جبن ابيض دي جاءت على لسان الام بعد موقف تعرض ليه الابن في الفصل، حيث انه مختلف كان بيقابله محمد الألفي زميله بشكل يعني شديد الظلم، وكمان بيسطو على سندوتشاته
كان في اعتراض، الاب ثار وقال ان هو هيروح وهيعمل وكذا، وبعدين الطفل هو حضرتك يعني تخيلت انه هذا الظالم هيتم تعليقه في الفصل وهيقذفوا الحجاره عليه وازاي هيقتصوا منه، ولكن الاب مشغولياته كتير فبيهرب من هذه المسؤوليه، فالام بتعرض ان هي تروح تقوم بهذا الدور، فحضرتك بتتخيل نفسك انا اللي متعلق وانا اللي بتحرم. بالظبط كده. وبالتالي كان في فكره انه يعني لازم يكون في يعني سياده لفكره الحكمه، وماله زي ما في كذب ابيض في جبن ابيض. فكره القدس عربيه وظلم بين تعرضت ليه لما شاركت في مسابقه عن القدس عربيه، دعمك مدرس التربيه الفنيه، امدك بكل الصور اللي ممكن تساعدك في تخيل شكل تعبيري عن هذا المعنى. فزت بالجائزه الاولى، ولكن كانت المفاجاه عند تسلم الجائزه. تحديدا دي قصه حقيقيه صرف، يعني ما فيهاش فانتازيا. يعني الجبن الابيض فيها طبعا فانتازيا لكن دي تحديدا حصلت بالفعل كما هي. يعني اني فعلا اشتركت في المسابقه، وانا يعني برسم من زمان من طفولتي، واستاذ مصطفى حسين اللي بشكره جدا على ان هو عمل غلاف الرائع، اهداني الغلاف الجميل ده. فكان بيشجعني جدا واشتركت في المسابقه، والحمد لله خدت المركز الاول، واعلنت في المدرسه واعلنت في الاداره التعليميه وهكذا. وبعد كده لما رحنا للحفل الاستلام وقفت فعلا مستني ان هم ينادوني عشان الجائزه الاولى، لقيت حد تاني اللي جه مكاني وانا خدت الجائزه الثانيه. واللي فهمته بعد كده ان ما كانش ينفع ان حد اسمه فليب فكري يفوز بالمركز الاول في مسابقه اسمها القدس عربيه. برضو ده اكد ان في حاجه كده، في مشكله عندي. يعني انا كمان اسمي صريح جدا. كان سنك كام وقتها؟ كنت في تانية اعدادي. يعني تانية اعدادي، يعني 13 14 سنه تقريبا. فانا اسمي صريح جدا، مش محتاج حد يسالني يعني. فحسيت ان في مشكله. طب ايه المانع طالما انا عملت حاجه كويسه واوريدي هي نالت المركز الاول، ليه حصل كده؟ برضو دي عملت نوع من الذكريات في نفس المنطقه. عبرت عنها الحقيقه بشكل رائع، وكيف كان يستعد الابن اللي رايح ببدله جديده اهداها للاب وكرافات نبيتي، والاخ كان سعيد جدا والام والاب. وفي لحظه اعلان الاسم الاول والفائز الاول بيرفع الاب والام والاخ ايديهم يعني بالتسقيف وفرحانين، وفجاه بيتسمروا وكانه الجهاز هنج او التلفزيون هنج، بيتسمروا ما بيقدروش ان هم يتحركوا من الصدمه، ولكن بيعودوا للتسقيف والفرحه مع اعلان اسمك كفائز تاني بالجائزه. ولكن كانت المفارقه ان حضرتك بتطلع بتبكي بكاء شديد. بيعتقد اعضاء اللجنه اللي بيسلموا الجائزه ان هي يعني دموع الفرح، ولكنها طبعا كانت دموع الظلم. أنا أشرت فيها بدون قطع كلام حضرتك لاستاذ حسين عمران اللي هو مدرس الرسم. أيوة. اللي كان بيدعمني واللي كان حزين فعلا للموضوع ده. يعني انا عايز اشير ان مش الموضوع ده مش من كل الاطراف ومش طبعا من كل الناس. بالعكس ده في كتير جدا وقفوا جنبي، يعني منهم استاذ حسين عمران ده فعلا ده وقف وكان حتى لما جالي السنه اللي بعديها وهو يعني محرج وبيعرض عليا مسابقه جديده اسمها السلام العالمي، فقلت له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني ان انا رفضت انك تخوض التجربه دي مره ثانيه. طب ده شايف انه يعني نوع من السلبيه ولا نوع من التاكد انه يعني الامور دي محسومه؟ احباط. يعني ما عنديش اصل فكره ان انا ما اخشش يعني ارقى بكتير وافضل بكتير ان انا ادخل المسابقه واحبط منها، مش ان انا ما افوزش. طيب عندنا تليفون. عندنا تليفون وقصة يعني استلام التليفون لأول مرة، الجهاز الرمادي بالقرص الأحمر، ويعني متعة طفل صغير لأول مرة بيكون عنده تليفون زي الناس المهمة كما كتبت، وفكرة المعاكسات إلى أن يعني بتحصل معاكسة بتتطور بشكل صدفة بحتة. يعني هي يعني في المراهقة كلنا بنجرب نلعب في التليفون إذا كنا حد بيعاكس حد كده، وحصلت نوع من العلاقة اللطيفة.
اللي بعد كده اكتشفت ان البنت اللي انا بكلمها مسلمه ومفارقات، يعني هي قصه حقيقيه مؤدها ان انا المنطقه دي شبه محظوره، فانا عشان اقدر اتكلم معاها بقيت احاول اعمل اسم مستعار، وهي شريف وهي كانت شيماء، وفي الاخر اكتشفت ان هي تريز وهكذا. فيليب. يعني يعني عايز اشير ان المنطقه دي محرمه لدرجه تخوف، مش معموله يعني مش موجوده بطبيعيه يعني. المختلفون يمتنعون، محاولة للحصول على وظيفة بعد امتحانات الثانوية العامة، ونفس الصديق اللي هو كان عنيف جدا ومتعصب جدا وربما متطرف كمان بيحاول انه يساعدك علشان تحصل على هذه الوظيفة، وتكون الصدمة انك لما رحت اكتشفت ان بعد معرفة اسمك ان هم بيرفضوا يعني تعيينك. هو دي تحديدا انا جايب فيها كذا قصة دمجهم في موضوع واحد. كان في حكايه معروفه، المطعم شهير يعني، كان طالب وظائف وكاتب يافطه على الباب: المسيحيون يمتنعون. ده فعلا حصل. ده موجوده واتعمل كمان، يعني كررت اكتر من مره في اعلانات وظائف في الجرايد يعني. فالموضوع مستفز جدا، يعني انت ممكن ما تعينش، انت ممكن لو انا رحت وقدمت ما تقبلنيش، لكن ليه الإعلان بالشكل ده؟ يعني ليه الصراحة بالشكل ده؟ التكريس، يعني شايفها لفكرة التفرقة. بالظبط وان ده يبقى موجود او ده يعلن او ده يتكتب ينزل في اعلان في جورنال. طبعا شيء مستفز جدا، يعني بمقدورك ان انت لما حد لما حد يطلب وظيفه من المسيحيين او الاباط ترفضه او ما تعينوش دون الاعلان بهذه الصراحه اللي تستفز ناس كتيره جدا. طبعا يعني كان في ملاحظه ان حضرتك كتبت اهداء في اول الكتاب الى أبي الراحل فكري الذي أثر في فكري وتأثر به فكري، وله كل الفضل في فكري ولا يغيب عن فكري، وتهدي بادرة أعمالك. والإهداء الثاني إلى حسن ربيع صديقي الذي أتمناه، وإلى كل حسن ربيع في مصر: عليك أن يعلو صوتك أكثر ليصل إلى كل الناس، عليك أن تتعلم مفاهيم دينك أكثر كي تزيد من السماحة والأخوة، وعليك أن تعلم أن الفساد لا يفرق بيني وبينك، الإرهاب لا يفرق بيني وبينك، الإهمال لا يفرق بيني وبينك، والفقر والجهل والمرض والظلمة لا تفرق بيني وبينك. وأخيرا عليك أن تتذكر دائما وبلا أدنى شك أنا من بلدي مثلك تماما، أخوك فيليب فكري. التعريف بالكاتب: فيليب فكري، مواليد 74، متزوج ويعول، مسيحي بس طيب، لا يشرب الخمر، لا يأكل لحم الخنزير، يصادق المسلمين والمسيحيين، يحاول أن يواظب على الذهاب يوم الجمعة إلى لا مؤاخذة الكنيسة، لا ينتمي إلى حزب سياسي ولكنه ينتمي إلى حزب العبط كما يعني طلبت في بداية الكتاب. وزن عبط يعني للأسف الشديد، ولكن يعني شكلتها وطلبت أن تقرأ كما كتبتها. لديه طموح ومستقبل في البلد دي، لا يقدم على مسابقات الهجرة العشوائية، يعبد إلها واحدا، لا يؤمن بكتاب محرف مختلف واحد من البلد دي. للأسف يعني هي طبعا مرفوضة، وكثيرون منا لا يستخدمونها على الإطلاق ولكنها تستخدم. مسيحي بس طيب، الدكتور مسيحي بس شاطر، معدي لا مؤاخذة جنب الكنيسة. مش كلنا بنرددها ولكنها موجودة. وقت ما بتسمعها يعني بماذا تشعر؟ تحديدا مسيحي بس طيب دي طبعا احنا بنسمعها من زمان، يعني بنسمعها كتير قوي، لكن دي تحديدا كانت مقالة الأستاذة فاطمة نعوت. أيوة. اللي أنا بشكرها جدا على إهدائها التصدير للكتاب، واللي وقفت جنبي كتير جدا عشان الكتاب ده يصدر يعني. فكانت مقالة بالاسم ده وأنا أدركتها في الكتاب، ولا مؤاخذة كنيسة برضو نتيجة المقالة من مقالتها، لأن دي كتير جدا. أنا ممكن أسأل عن أي شارع أو مطعم، حد يقول لها تمشي على طول تخش شمال هتلاقي لا مؤاخذة كنيسة تخش من جنبها. فاقتران كلمة لا مؤاخذة بالكنيسة ليه؟ يعني المعروف انها كلمة لا مؤاخذة دي بتتقال قبل ما نقول كلمة سقية او كلمة ما ينفعش تتقال، فاقترانها بالكنيسة بقى شيء عادي
مع ان الناس اللي بتقولها ما تقصدش حاجه، يعني هو مش قاصد يضايقني او مش قاصد يقول حاجه في حق الكنيسه، لكن بقت كلمه دارجه. ولكن الحقيقه في ناس كتير بيقولوا لا مؤاخذه بدون اي سبب، يعني لا مؤاخذه رايح اشرب، لا مؤاخذه هروح، لا مؤاخذه اخدت تاكسي، يعني في ناس الحقيقه كده. ولكن طبعا في مفاهيم مغلوطه وبيتم العمل على غرسها طول الوقت، وطبعا علينا مواجهتها بكل وضوح وبكل صراحه وبكل شفافيه. لماذا تحمست الأديبة والشاعرة الأستاذة فاطمة نعوت لكتابة المقدمة لهذا الكتاب؟ والحقيقة يعني مقالها عن هذا الكتاب يوميات قبطي ساخر أنا من البلد دي كانت سبب أساسي الحقيقة في اهتمامنا وإلقاء الضوء على هذا الكتاب الممتع. بتقول أستاذة فاطمة نعوت: أما لماذا تحمست لكتابة تصدير لهذا الكتاب فلعدة أسباب، تبدأ بأهمية هذا الكتاب الشيق الشائك من وجهة نظري، فهو الكتاب المسكوت عنه ولا تنتهي عند إيماني العميق بقضيته وقضيتي أيضا، ما دام الأمر يخص مصر التي أعشق التي أعشقها. ثمة أيضا سبب فني فلسفي دعاني لكتابة هذا التصدير، وهو كذلك ما دعاني للاتصال بالفنان الكبير مصطفى حسين لأسأله أن يصمم الغلاف، وربما كذلك ما دعاه هو مصطفى حسين إلى الترحاب الفوري برجائي. إذن الأستاذة فاطمة نعوت، الأستاذ مصطفى بكري، الأستاذ محمد هاشم، مصطفى حسين، أستاذ مصطفى حسين، أنا أسفة، إذا مصطفى حسين، فاطمة نعوت، محمد هاشم، مع حفظ الألقاب، يعني تحمسوا بالإضافة إليك فيليب فكري. ومن ثم كان لدينا هذه اليوميات الساخرة الصارخة المؤلمة في ذات الوقت. وده أجمل ما في الموضوع، إن الثلاثة اللي تحمسوا بشدة وفعلا وقفوا جنبي غير مختلفين. يعني وده أجمل حاجة، لأن فعلا القضية دي في ناس كتيرة مقتنعين بيها، ومن أهمهم الأستاذة فاطمة نعوت، وبتنادي بيها من زمان، واحنا شايفين إن الملف ده يعني خلاص اتعرف بشكل كبير إنه تصدير من النظام السابق، وملف موجود بيطلعه في أي وقت بيحتاج يغلوش فيه على الرأي العام. فالمفروض ننتبه لده، يعني المفروض نبقى واخدين بالنا. وربما علينا مناقشة الموضوع بشكل أهدى وبشكل أكبر، ربما علينا كلنا ان احنا نكون إيجابيين أكتر، نتفاعل في الحياة بشكل أكبر، وبالتالي يعني نقدر ان احنا يعني نتخلص من إرث عمره ربما 40 سنة بالضبط. مش بس 30 سنة. يعني خربت العلاقة للأسف شديد عبر هذه السنوات الطويلة، وبقدر ما لدينا للأسف من أمية ومن جهل، بقدر ما يعني استطاعت هذه المفاهيم أن تترسخ لدى البعض. ولكن أملنا في بكرة وفينا كلنا كمصريين، ووحدة واحدة أن احنا نقدر نواجهها. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أشكر حضرتك، ميرسي جدا، وميرسي للبرنامج ودعمه للكتاب. شكرا جزيلا. أشكركم مشاهدينا، وصباحكم بكرة صباح تريد.